نحن في هذا الحال والمالكي يجمع شتات قواته من جميع المحافظات، على بقية المحافظات أن تقوم بدورها لكي ترفع شيئا من القوة عنا في مواجهاتنا في مدينة الفلوجة وفي محافظة الأنبار. هذا واجب شرعي يجب عليهم أن يقوموا به، لأنه إن كسرت الفلوجة فلا يمكن أن يأمن ابن سامراء على عرضه، ولا يمكن لابن الموصل أن يأمن على عرضه، ولا يمكن لابن ديالى أن يأمن على عرضه، لأن هذه حرب يريدها المالكي طائفية، ونحن نأبى أن نجعلها طائفية، وكل أحرار العراق يأبون أن يجعلوها طائفية. أبناء شعبنا في الجنوب يفهمون هذه اللغة ويفهمون هذا التصرف البذيء الذي يقوم به المالكي وأعوانه، وحاشاهم أن ينخرطوا في سلك هذه الحثالات التي تستحل الدم العراقي وتستحل العرض العراقي وتستحل الكرامة العراقية. طيب، الشيخ علي حاتم السليمان أمير الدليم ذكر في قبل أيام من أنه سبب مشكلة أهل السنة وسبب مشكلة الأنبار هم سنة المالكي. نعم، هنالك كثير من أعضاء مجلس المحافظة ومن حلف الغادرين ممن باعوا غيرتهم وشرفهم وكرامتهم ودماء أبنائهم، باعوها للمالكي ليضمن لهم المناصب ويضمن لهم الأموال ويضمن لهم الحصانات. هؤلاء لا قيمة لهم في مدننا الكريمة، وهؤلاء لا يمثلون أهل الفلوجة ولا يمثلون أهل الأنبار، إنما هم ثلة من الأتباع الأذناب، خلقوا لكي يكونوا ذنبا، خلقوا لأن تباع ذممهم، لأن ذممهم لا قيمة لها حتى في نفوسهم. ما أقبح من إنسان يقاتل أهله وهو يعلم أن البراميل تنزل عليهم المتفجرة على الأطفال والنساء، وهو يقف مع هذه الميليشيات القذرة. نعم. ماذا يرجو من الله؟ ماذا يرجو من الناس؟ كيف يحترم؟ كيف يحترم نفسه؟ كيف تحترمه زوجته؟ كيف يحترمه ابنه؟ لقد خلفوا عارا على أنفسهم وعلى أبنائهم لا يزول عنهم إلى قيام الساعة. لذلك نقولها اليوم بملء فمنا: نحن نتشرف بكم يا أبناءنا أيها المجاهدون الأبطال، لقد بيضتم وجوهنا ورفعتم رؤوسنا، رفع الله رؤوسكم وبيض وجوهكم وأعلى مقامكم. والله إن وقفتكم هذه ترضي الله ورسوله وتقر عين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، تذكرنا بأمجاد الأجداد الذين فتحوا مشارق الأرض ومغاربها. رفع الله مقامكم وحي الله كل المجاهدين. نعم. ولا تنظروا إلى سفاسف السياسيين الذين باعوا ضمائرهم ليحصلوا على الكراسي، فإنني أكررها وأقولها مرة أخرى: إن شسع نعل واحد من المجاهدين أطهر من شوارب كل السياسيين الموجودين على الساحة العراقية. شكرا فضيلة الشيخ الدكتور رفاعي الرفاعي مفتي الديار العراقي.